السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم. معاكم أسماء شاور وفيديو جديد. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مخلل الجزر. طبعا مفيش أكل كده بيحلى من غير طبق المخلل ما يكون جنبه، فلازم نعمل كده مخلل يكون مظبوط وطعمه حلو. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك. اول حاجه كده زي ما انتوا شايفين انا جبت الجزر هنا هقشره. اذا كان عندك بقى قشاره او هتعمليه بالسكينه، هقشره بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخده بقى كده واغسله كويس جدا، وبعد كده هقطعه معاك. وانا جبت القطاعه اللي انتوا شايفينها دي بتعمل شكل حلو جدا زي اللي احنا بنشتريه من بره. القطاعة دي بقى بعمل بيها المخلل، حابة اقطع بيها بطاطس تديني شكل حلو. يعني بتنفعني في حاجات كتير جدا وحلوة جدا يعني وجامدة، يعني تستحمل معاكي اي حاجة ناشفة. هقطعه بقى كده بالشكل ده علشان يديني نفس الشكل اللي انا بجيبه من بره. ما عندكيش بقى القطاعة دي فممكن تعمليه عادي جدا بالسكينة. حابة بقى تعملي المخلل يكون صغير شوية، هتقطعيه بالشكل اللي انا بعمله ده، يبقى نص دايرة كده يبقى صغير، او تعمليه بالطول زي ما انا بعمل كده. الاتنين شكلهم حلو جدا. في الوقت ده بكون غالية عندي مية وسايباها لحد ما تبرد معايا علشان المية تبقى معقمة كده للمخلل. قطعت بقى المخلل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كله كده. هجيب بقى برطمان كده وابدأ اني احط فيه المخلل، والبرطمان طبعا مغسول كويس ومتنشف. نيجي بقى هنا كده المحلول التخليل، هجيب معايا كوبايتين من المية، وزي ما قلتلكوا المية دي مغلية وسايباها على جنب لحد ما بردت تماما. معايا كوبايتين مية، احط عليهم معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة هرمية. يعني لكل كوباية مية بحط لها معلقة ملح كبيرة من بتاعة الاكل. معايا كمان 3 معالق كبار من الخل. الخل بيبقى حلو جدا في المخلل، يعني اي مخلل بحب احط له خل. في ناس ما بتحطش، بس بجد طعمه بيختلف جدا. المخلل اللي فيه خل والمخلل اللي ما فيهوش خل، فجربوه كده بجد هيعجبكم جدا. هحط كمان كده سنة شطة بسيطة علشان ما يبقاش حراق قوي. لو حابينه انتوا بقى كده سبايسي وكده فممكن تزودوا الشطة براحتكم جدا. بعد كده دوبت الملح كويس جدا في المية. هحط المية بقى كده على المخلل، ولازم المخلل كله يبقى متغطي كده بالمية. ما ينفعش يبقى فيه مخلل كده طالع فوق المية والمية مش مغطياه. واقفله بقى كده الغطا كويس جدا، ما ينفعش المخلل يدخله هوا خالص علشان ما يعملش الريم الابيض اللي بيبقى على وش المخلل ده. هسيبه كده بقى مقفول عليه، مفتحش الغطا خالص لمدة 5 ايام، وبعد كده تاكلوا منه بالهنا والشفا. هيعجبكم جدا وجربوه بنفس الطريقة دي. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو. استنوني بقى في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.